الا كان كيسحاب لك باش ديري سكين كير خاصك تشري برودويات غاليين، فبغيت نقول لك راكي غالطه. ولا كان كيسحاب لك بلي برودويات اللي في البارافارماسي حسن من المواد الطبيعيه اللي عطانا سيدي ربي، فراك عاوتاني غالطه. اليوم الا كنتي كتعرفيني راك عارفاني شنو غادي نقول، ولا ما كنتيش كتعرفي مرحبا بك في القناه ديالي. اليوم كيف ما كل مره غنوريك كيفاش ديري سكين كير ديالك فابور غير في الدار. كلشي داكشي اللي خاصك تشري من الزنقه في الاصل عندك في الدار، وهما هذوك البرودويات اللي في الزنقه كيستخلصوا غير من المواد عندك في الدار. ففينا هي ودنك، ها هي ناخذ هاد البرودوي حيت فيه الالوفيرا، ناخذ الالوفيرا نيشان. فاليوم غادي نوريك كيفاش ديري سكين كير ديالك في الدار، لا من ناحيه كيفاش تحيدي لي طاج ديال الحبوب اللي غتحيد لك الزروقيه اللي غترطب لك البشره ديالك، حتى من الغسول غنوريك كيفاش ديريه في الدار، وحتى من التونر البشره ديالك غنوريك كيفاش ديريه في الدار. يعني مور الطيب اي حاجه كتفكري فيها خاصه بالبشره اليوم غنوريك كيفاش تصايبيها في الدار وتكون عندك نتيجه حسن من ديال الزنقه وبزيرو درهم، حيت الحمد لله ربي عطينا بزاف د الحوايج طبيعيين حسن بزاف من الزنقه وفيهم فوائد حسن من الزنقه. تبعي معايا هذا الفيديو مزيان من الاول حتى الاخر، غادي يعاونك في حياتك بزاف حتى تكبري وغتعلمي هادشي لحفادك. هاد الوصفات عقلي عليهم وقيديهم في شي دفتر ويلا نبداو. اول مشكل غنهضر عليه هما بزاف ديال البنات يكون فيهم الحبوب وكينوضوا يتهناو من دوك الحبوب ما كيبقاش فيهم، وكيبقى عندهم مشكل واحد اللي هو الزروقيه في الوجه ديالهم، كيبقى لاطراس ديال الحبوبه. انا غنقول لكم الزروقيه فين ما كانت في وجهكم الحل الامثل ليها هو القشور ديال البطاطا. ماماك ملي كتبدا دير البطاطا على قبل المرقه على قبل وريفر قول لها ماما عافاك عطيني هذوك القشور. انا شخصيا كندير هذه الوصفه هذه. غتاخدي القشور كيف ما هما من الداخل بطبيعه الحال، ماشي برا اللي عامر التراب، البطاطا من الداخل كيكون تما عامر بواحد الماء بالنشا ديال هذيك البطاطا. هذاك الماء خطير جدا جدا جدا، وحتى البنات اللي الشمس حرقات لهم وجههم اولا الشمس زرقات لهم وجههم، فانتي غادي نقول لك الا كان عندك زروقيه يا ديري الماء ديال البطاطا يا ديري نيشان القشور ديال البطاطا، شديهم وحكيهم على وجهك وخليهم في وجهك وغتلاحظي الفرق. والا كان عندك مشكل نيت ديال انه هنايا بصح يعني جربتي لي قشور البطاطا جربتي لي ما خليتي ما درتي هاد البلاصه بصح عندك زرقاء خصوصا ملي كتحيدي الموستاج، فالحل الامثل اللي انا لقيته ولكن ما عرفتش انت واش غيصدق لك ولا لا، ولكن انا صدق لي هذا الحل اللي هو قشور البنان. قشور البنان كتاخديهم عادي وكتحكيهم على هاد البلاصه هذه وكتهناي بشي حاجه سميتها الزرقيه حدا الفم. انا ما غاديش نقول لك جي نيشان وديرها حيت كاين شي ناس عندهم حساسيه في البشره ديالهم من قشور البنان. خدي غير شويه مثلا جربي غير هنا وشوفي لا ما حرقاك لا ما زراق ما حتى شي حاجه سي بيان. الا طرالك شي تهيج حبستي، اما لا ما طراش كملي ان شاء الله غادي يكون هذا هو الحل ديال انك تهناي من مشكل الزروقيه. ومنها جربيها حتى البطانه كلا عندك الزروقيه جربيها لاي بلاصه. قشور البنان كتحيد الزروقيه ديال اي بلاصه تحسنات. وانا عارفه هذه المعلومه ما معروفاش بزاف، وانا براسي ما كنتش عارفاها حتى واحد النهار صدفه جربتها وصدقات. ودابا غنهضروا على تونر واحد البرودوي اللي كيتباع في البارافارماسي بثمن غالي وكيشرو بزاف ديال البنات حيتاش تعطي اشراقه للبشره. هاد التونر اغلبيتهم كيدار بواحد المكون اساسي اللي هو الروز. يس الروز. فانا علاش غادي نشري التونر؟ تقولك شري هاد التونر بالمستخلصات ديال الروز من جبال الصين او كوريا او whatever. علاش انا غادي نمشي نشري هاد التونر هذا بكلوه وانا ممكن نديرو في الدار؟ غتمشي تاخدي الروز ديالك وغادي تشديه تغسليه مزيان الحبيبه ديالي، ومن بعد غادي تحطيه في اي اناء عندك. اي اناء عندك غتحطي فيه هذا الروز، يعني ماشي ضروري ندير لك صوت الاشهار باش تيقيني، يعني راه انا تيقيني. خدي الروز ديري في اناء كبي عليه الماء غسليه مزيان، منين تغسل غتحطيه في اناء اخر تعاودي تكبي عليه الماء تخليه يبات يومين، ومن بعد تهزي داك الماء ترشيه على وجهك وتخليه ماسك. تقدري تجلسي حدا الناس جلسي حدا الضياف وتبان لهم عاديه بحال غير غاسله وجهك وانت راكي دايره التونر ديال الروز، يعني دايره ماسك بلا ما يسقلك حتى شي حد الخبار راكي دايره ماسك. وهذا احسن برودوي غادي يعاونك بزاف بالشهاده ديال ما عرفتش شحال ديال البشر جربوه بصح خلى البشره ديالهم فنه ما بقاش كاع الناس كيستغناو عليه. فالا بغيتي البشره ديالك تولي مضويه ديري ماء الروز. ورابع وصفه واخر وصفه اللي هو الغسول ديال الوجه. الغسول ديال الوجه ديالك واحد الحاجه كيشروها بزاف ديال البنات من برا اللي ساويه حتى هي الفلوس، وفي نفس الوقت كلها برودوي مصايب في لابوراتوار، حتى حاجه فيه ما طبيعيه ممكن ديريه غير في الدار بمكون سهل اللي هو الشوفان. كيفاش غديري ليه؟ اجي نوري. اول حاجه بغيت نانسيستي عليها هي خدي الشوفان من الاحسن غير من عند العطار، ولا كنتي غتاخدي من السوبر ماركت حاولي تاخدي الشوفان اللي ما زايد عليه لا سكر لا حتى شي برودوي، حيت كاين بزاف دابا ديال لي مارك ديال الشوفان اللي كيقول لك هذا زايد فيه السكر هذا زايد فيه ما عرفت شنو. لا، يا اما غتمشي تاخديه ديال العبار من عند العطار، ولا كنتي غتاخديه من السوبر ماركت حاولي تاخديه ما فيه حتى شي حاجه.
شوفان عادي، ولا انت هني راسك وخذيه من عند العطار حتى كتشوفي فيه ما فيه حتى شي حاجه زايده عليه. وملي غتاخدي هاد الشوفان ديالك غادي تزيدي عليه العسل. الا كان عندك العسل الحر مزيان، ما كانش عندك doesn't matter، ماشي مهم يكون عسل الحر، ليس مهما ابدا البتة. خذي غير العسل ديالك العادي، ومن بعد غتزيدي عليه الماء باش يتخلط. غتخلطي هاد الشيء هذا مزيان، تخلطيه مزيان 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 مع بعضياتو حتى يتجانس الخليط، وديري الخليط ديالك في الثلاجه وخليه يبات. من بعد تقدري تستعملي هاد الغسول تغسلي به الوجه ديالك، غينقي لك خصوصا البنات اللي عندهم الحبوب. ان شاء الله هاد الغسول غادي ينفعكم بزاف. غادي تخليه تستعمليه مده ديال 3 ايام، من بعد واخا شاط لك لوحيه وعاودي ديري واحد اخر. داكشي علاش ما ديروش كميه كبيره بزاف، واستعملوه عادي كيف ما كتستعملوا الغسول بطريقه دائريه. تقدري هكا كدوري وغتشوفي واحد النتيجه فنه في الوجه ديالك مع هاد الغسول الطبيعي اللي ما عنده باش يضرك ولكن عنده بزاف باش ينفعك. وهذا الشيء اللي كان فيديو ديال اليوم. الا كنتي بغيتي تشوفي بزاف د الفيديوهات بحال هكا قولي تحت في الكومونتير علاش بغيتي نهضر في الفيديو الجاي، وديري ابوني باش فين ما نحط فيديو اخر تشوفيه. هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم. تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلامه.